يقولون الشيخ الكعبي شيخ عبد الزاهر الكعبي من قرأ المقتل في صحن الإمام الحسين ذيك السنة قبل سنين طويلة رحمه الله. يقول من طلع تلقاه واحد وجهه القمر، قال له شيخنا ما تجي تقرأ لنا مجلس تعزية؟ اكو سادة علويين ابناء الزهراء قاعدين يريدون تقرأ لهم مجلس ولو كم بيت شعر. قال له والله تعبان، استوني قاري مجلس، استوني قاري المقتل ساعتين ثلاثة وتعبان سامحني. يقول قال لي اقسم عليك بضلع فاطمة ان تجي وياه. يقول صدق خجلني، رحت وياه. يقول لقيت قاعدين بس سادة معممين وجوههم الأقمار كأنها تسبح في غدير دمائي. يقول واكو منبر، يقول انا مستعجل اريد اقرا واروح لاهلي انام. يقول صعدت على المنبر قريت، يقول اجت ببالي ابيات انا الوالده يا حسين يا ابني. يقول هي وحدي اجت الابيات مو كاني انا اقراها، انا الوالده يا حسين يا ابني من ريد ذباحك ذبحني. هاي الأبيات ايش كثر مشهورة وايش كثر تنقرأ، بس من تسمعها وكأنما أول مرة تسمعها. سبحان الله، أبيات إلهية، أبيات ربانية. يقول أنا أقرأ أنا الوالدة والقلب لهفان وادور عزبني ويا ماجد مولاتي هلالة مأتمكم. يقول أنا من قلت على الوالدة وإذا صوت من وراء المنبر يصيح وولدا. يقول قضيت المجلس خلصت طلعت بالباب لحقني هذا الرجال اللي جابني، قال لي أنت تدري وين قريت؟ قلت له وين؟ قال لي ذولا أبناء رسول الله أئمة أهل البيت، وهذا الصوت وراء المنبر صوت مولاتنا فاطمة. قلت له انت منو؟ قال انا خادمهم حبيب ابن مظاهر.